السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل بقى ميني بيتزا بشكل حلو قوي، تنفعك للفطار وللعشاء والمدارس كمان. هنعملها بطريقة سهلة ومش مكلفة خالص. بس اهم حاجة ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. معانا كيلو دقيق جميع الاستخدامات او مخصص للمخبوزات. هنجيبه وننخله، وهنحط عليه رشة ملح وكيس خميرة ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقتين لبن بودر ومعلقتين سكر. وهنقلب بقى كل ده كده مع بعض، نخلطهم مع بعض كويس. وهنحط بصل بودر وتوم بودر ورشة زعتر. بعد كده هنحط عليهم ربع كوباية الزيت ونقلبهم مع بعض كويس جدا، ونقلبه برضو كويس. وهنروح حاطين عليهم علبة زبادي، او لو مفيش علبة زبادي ممكن لو عندك لبن قاطع ممكن تعملي بيه، او ممكن تعملي بلبن رايب. وهنخلط بقى كل ده مع بعض، نخلطهم مع بعض كويس. بعد كده بقى هنجيب المية الدافية. المية الدافية بتبقى نص الدقيق، يعني عندنا كيلو دقيق هيبقى نص لتر مية دافية. طبعا والميه مش هنحطها مره واحده لان كل الدقيق مش زي بعضه، ممكن دقيق ياخد اكتر وممكن دقيق ياخد اقل. فاحنا هنحط الميه شويه شويه ونعجن. كل لما تحتاج العجينه هنحط لها شويه ميه لغايه ما تتلم معانا وتتكون عجينه. عايزينها بقى عجينه تبقى طريه ويبقى فيها لزقه، يعني ما تبقاش العجينه زي بتاعه العيش، لا، هتبقى فيها تمسكيها كده تبقى بتلزق في ايدك حاجه كده بسيطه. وشايفين العجينه طريه معايا وبتمط. نعجنها كويس قوي وهنسيبها بقى نغطيها لغايه ما تخمر. العجينه معايا خمرت وعليت وبقت حلوه قوي، وطبعا الوقت ده النور كان مقطوع، فاضطريت ان انا اشكلها والنور مقطوع. اخدتها كده عملتها رول، وهقطعها على 2 عشان اعرف اشتغل بيها. وهاخد الجزء الاولاني كده وهروح بقى عاملاه رول ومقسماه قطع تكون صغيره، مش عايزاها كبيره، يعني مقاس البيضه كده او اكبر حاجه بسيطه. وهقطع كده زي ما قلت لكم قطع صغيره واعملها زي الكوره وانعمها بقى بايدي زي ما انتم شايفين. وهرصهم كده واغطيهم وهسيبهم شويه كده لغايه ما النور يجي. وهجيب بول احط فيها معلقتين صلصه ومعلقتين كاتشب وشويه زعتر وشويه بصل وتوم باودر. وهقلبهم مع بعض، ودي بقى الصلصه اللي هدهن بيها البيتزا بتاعتي. بعد ما العجينه ارتاحت بعد ما شكلتها هاخد كده اول كوره قطعتها وهفردها بقى بايدي زي ما انتم شايفين. العجينه ماشيه معايا حلوه جدا، طريه وناعمه وحلوه جدا ومستريحه كويس وبتتفرد معايا بكل سهوله. هفردها كده بسمك رفيع شويه وعلى مربعه، اعملها على قد ما اقدر تكون مربعه. اقعد اسويها كده بعد ما افردها، اسويها كده بايدي بحيث ان هي تبقى مربعه معايا زي ما انتوا شايفين كده بكل سهولة بتتشكل معايا. بعد كده هجيب الموتزاريلا بتاعتي واحطها على الحروف برضو على هيئة مربع، وما زودش فيه، احط حاجة بسيطة كده على الحروف على هيئة مربع. وبعد كده هروح بقى تانية الحروف فوق الموتزاريلا اهو زي ما انتوا شايفين كده. همسك كده الحرف دوت اللي من تحت، هروح تانياها ولازم اضغط عليها عشان ما تتفتحش معايا وهي في الفرن. اقفلها كده كويس واضغط عليها. بعد كده اجي من الجنب واقفل الجنب كده، ايوه، واضغط عليها كويس. وهروح جايه برضو من الجنب التاني وهروح قافله واضغط برضو عليها، ومن فوق نفس الحكايه واقفله واضغط عليها كويس قوي اهو زي ما انتم شايفين. بتعمل بكل سهوله، سهله جدا، بس اهم حاجه اضغط عليها واقفلها كويس قوي. وهجيب بقى الشوكه واروح مخرمه الجزء اللي في النص علشان ما تقبش وتعلى معايا. وهجيب صاج او صينيه مدهونه شويه زيت كده بسيط واحط عجينه البيتزا معايا. وبرده نفس الحكايه اخد كره تانية وافردها بنفس الطريقه زي ما قلت لكم. العجينه ماشيه معايا حلوه جدا عشان مرتاحه كويس، تمشي معاكي كويس جدا. واحط عليها برضو الموتزاريلا كده على هيئة مربع، وهقفل برضو واضغط
احنا بنحط الموتزاريلا كده من الحروف علشان ولادك لما يجوا ياكلوها يلاقوها فيها جبنة، ما يلاقوهاش بقى تبقى فاضية ويرموها. لو ان العجينة دي حلوة جدا، ما بتترماش منها اي حاجة خالص، بتتاكل كده حاف وحلوة جدا. كملت باقي العجينة بنفس الطريقة. وبعد كده بقى هجيب الصلصة بتاعتي وادهن بقى من نص البيتزا بتاعتي، ادهنها من النص، ما اجيبش من على الحروف، واحط فوقيها جبنة تركي او رومي مبشورة. وبعد كده بقى احط اي حاجه. طبعا عايزه بقى عندك بسطرمه، عندك لانشون، عندك اي حاجه عايز تحطيها ممكن تحطي، مش عايزه تحطي مش مشكله، هنعملها بس بالخضار بس. عندي حتتين بسطرمه، قلت اعمل جزء بالبسطرمه وجزء اعمله بالخضار بس. فحطيت كده البسطرمه عليها، وبعد كده حطيت الجبنه الموتزاريلا، وبعد كده رحت حاطه فوقيها شويه زيتون. ولو عندك زيتون اسود يبقى حلو جدا، انا لقيت عندي اخضر عملت بيه. وشويه طبعا عملتهم بالخضار بس. حطيت بقى فلفل الوان وفلفل اخضر، اي حاجه عندك حطيها. ورحت حاطه عليها جبنه موتزاريلا ومن فوقها الزيتون. وجبت بقى نص كوبايه لبن وعليها نص معلقه سكر وقلبتهم، ودهنت بيهم الحروف، ورشيت من فوق شويه سمسم. واخدت بقى جزء من البيتزا بتاعتي، يعني خدت ربع العجينه بالظبط. عملت بيتزايه كبيره كده، قلت نتغدى بيها. طبعا فردتها بايدي كويس قوي. بعد كده بقى رحت برضو مخرماها بالشوكه، ورحت دهناها بالصلصه بتاعتنا، ورحت حاطه برضو جبنه تركي او رومي عليها. وحطيت بقى شويه زيتون وشويه فلفل اخضر وشويه فلفل الوان وحتتين بسطرمه، وفوقيها الجبنه الموتزاريلا. وهسيبهم يرتاحوا شوية أول ما أشغل الفرن ويسخن. هشغل الفرن على درجة حرارة 180، هدخلهم وهنشوفهم مع بعض. البيتزا بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، الله على الجمال، حلوة جدا. طبعا أول ما تطلع من الفرن نروح مغطيينها على طول علشان تفضل طرية معانا. شايفين شكلها واخدة اللون الذهبي. طبعا أنا الفرن بتاعي كان حامي جدا فحمرها، نسيتها شوية بصراحة في الفرن فاتحمرت. فانتوا لما تيجي تعملوها خلي بالكم ما تحمرهاش قوي زي كده، خلوها تطلع ايه بيضة كده شوية. شايفينها طرية وحلوة جدا. دي بقى حلوة تنفع في الفطار وفي الغدا وفي العشاء وللمدارس. بدل بقى حيرة المدارس وعايز تعملي سندوتشات ايه، دي معاهم سندوتشات جاهزة وبيتزا وحلوة جدا ومش مكلفة معانا. وكمان مش حاشينها بحاجة، بشوية فلفل وشوية جبنة موتزاريلا وشوية زيتون. وهتبقى أحلى بيتزا معاكي، خفيفة وهشة وحلوة جدا، طعمها حلو جدا. جربيها واعمليها لأولادك، وهتوفر معاكي كتير للمدارس وللعشاء والفطار. بعد ما تعمليها وتبرد شوية شيلي في أكياس وحطيها في الفريزر، وطلعي منها كل يوم لأولادك ياخدوها للمدارس أو يتعشوا بيها كده. بس تفك التلج بتاعها وهتقعد شوية، أو ممكن تحطيها في الميكروويف تسيح في ثواني. بس أهم حاجة ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.